انه قبل 10 اشهر لما انا خطبت في موضوع اليمن، انا عادة بحكيش بالموضوع الشخصي بس لانه يحضرني هذا المثل، وانا حكيت نصرة للشعب اليمني وعبرت عن موقف. ثاني يوم في الصحافة السعودية في مواقع التواصل الاجتماعي السعودي انكتب مقالات وانعمل حملة طويلة عريضة انه ابنه لفلان الشهيد هادي نصر الله، بتعرفوا انا بحكيش عن ابني من 17 سنة، هو لم يقتل في المقاومة وانما كان بكباريه ببيروت وصار مشكل بالكباريه وصار في اطلاق نار وقتل واجوا معه شهيد. انه لما انت بتاخذ موقف حتى الشهيد الذي شرفنا الله به بصير قتيل بكباريه عندهم، لانه هن اولادهم اولاد امرائهم اللي بيسموا حالهم ولاة امر المسلمين ما بينشالوا من الكباريهات، هن اللي بيموتوا بالكباريهات مش اولادنا بيموتوا بالكباريهات. اولادنا ماتوا بيموتوا في جبهات القتال دفاعا عن لبنان وعن فلسطين وعن الامه وعن الاسلام. هؤلاء هم ابناؤنا واولادنا. حادثة حدثت في 97، وبعد هادي حسن نصر الله هو الابن البكر لحسن نصر الله. هذا الابن البكر هو من زوجته فاطمة ياسين، هو الابن البكر. حدثت العملية عملية حسب الرواية الرسمية أنه شارك في معركة في الجنوب في 12 أيلول سبتمبر 1997 واستشهد أثناء. هذه الرواية الرسمية التي سوق لها حزب الله. وبعد ذلك تم استلام جثته في عملية تبادل في 98 مع الإسرائيليين في 26/6/1998 تبادل مع الإسرائيليين وتم استلام الجثة. وهذه هي الرواية الرسمية. وظهر حسن نصر الله في خطاب ناعي يمجد على أنه ويشكر الله أنه اختار عائلته لتقدم شهيدا من أجل المقاومة ومن أجل القضية الفلسطينية وكذا وكذا وكذا. كانت هذه هي الرواية الرسمية المسوقة لها حد اللحظة. لكن في المخبر السري للمخابرات السورية هناك رواية أخرى، والمخابرات السورية ليست معادية لحزب الله ولا لحسن نصر الله، هي حليفة له. لذلك ليس تقرير لمعادي حتى نحتمل احتمالات أخرى، هي تقرير لحليف على حليف آخر. هذه الوثيقة تعطي رواية أخرى معاكسة تماما إلى ما روج لها من طرف وما تحدث به حسن نصر الله ولا ما تحدث مع حسن نصر الله وبيانات الحزب وما تنقلته وسائل الإعلام. وصار هادي حسن نصر الله مسمين عليه حتى مجدوه ذكروا اسمه سموا عليه قرية ومش عارف تمجيده إلى تمت المبالغة فيه إلى أبعد الحدود. وتحدث أنه اختار هذا الطريق بمحض إرادته إرادته وحبه للمقاومة وحبه للاستشهاد. وحسن نصر الله قال نحن نقدم أبناءنا ونختار أبناءنا لأن نحن أبناءنا نختارهم للمقاومة وليس رغم أننا زعماء ورغم يعني هذه ممتاز. هذه الوثيقة الرسمية. هذا ما تقول هذا ما يقوله الخطاب الرسمي. لكن ماذا تقول المخابرات السورية؟ المخابرات السورية تقول شيء آخر تماما معاكس تماما. هذه الفرع 279 هو المخابرات هو الأمن الخارجي. الفرع 279 أكيد المشاهد الآن يشاهد في الوثيقة. شوفنا نعم هذه مذكرة بإطلاع السيد اللواء مدير إدارة المخابرات العامة. الموضوع مقتل هادي حسن نصر الله في ملهى ليلي ببيروت. الوثيقة تحمل رقم 1004 وتقول هذه الوثيقة: ورددت من محطتنا في بيروت المعلومات الخطيرة التالية. محطتهم هي دائما هي إما تكون يعني غالبا المحطة هي تعتبر أنها محطة المخابرات في السفارة. هذه هي محطة فرع المخابرات في السفارة. في أواخر شهر آب 1997 وقعت حادثة اشتباك بين عدة أشخاص لا يتجاوز عددهم 10 من أبناء شخصيات بارزة في المقاومة اللبنانية حول فتاة تدعى بتول كانت برفقة أحدهم في ملهى ليلي بالعاصمة اللبنانية بيروت لا يرتاده عامة الناس. يعني هذا الملهى يبدو أنه ملهى خاص لأبناء الأعيان وأبنائنا. وأدى ذلك إلى طعنات قاتلة بسكين في صدر وبطن الشاب المرافق للفتاة المسمى هادي والذي لا يتجاوز عمره 18 عاما. ونفس العمر اللي وهادي حسن نصر الله من مواليد 1979.
كما أصيب آخرون إصابات متفاوتة الخطورة. وحسب المعلومات المتوفرة أن الجاني باستعمال الخنجر هو نجل قيادي في حزب الله، كما يوجد من بينهم نجل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري. أما المجني عليه الذي كانت حالته حرجة للغاية هو هادي نجل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، وآخر يدعى هيثم مغنية الذي كان بدوره في حالة صعبة بعد إصابته بطعنة في عنقه. هذا هيثم مغنية أيضا قيل مع عماد، لا مش ابن عماد مغنية، هذا هيثم قيل أيضا أنه تم استلام جثته مع ابن حسن نصر الله في الصفقة التي حدثت مع إسرائيل في 26/6/1998. من جهة أخرى أفادت محطتنا أنه تم التكتم على الحادثة بأمر من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ونقل الضحية هادي حسن نصر الله في سرية تامة إلى الضاحية الجنوبية، ليعلن بعد حوالي أسبوعين أن هادي نصر الله استشهد في معركة جبل الرفيع بعد مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني. إذن هذه في أواخر آب، وهم أعلنوا أنه استشهد في 12 أيلول سبتمبر 1997، يعني حوالي أسبوعين. تقارب في العمر وفي التاريخ. نعم هو تقارب في المدة والتاريخ. التحليل هي الوثيقة تتكون من العنوان الموضوع، بعد ذلك عرض القضية، وبعد ذلك يعمل تحليل واستنتاج عبارة عن مختصر. التحليل والاستنتاج ماذا يقولون فيه؟ معلومات وردتنا من محطتنا في بيروت عن طعن الشاب هادي نجل الأمين العام حسن نصر الله بطعنات قاتلة في ملهى ببيروت، وتكتم قيادة الحزب على الحادثة، لكنها أعلنت لاحقا بأنه استشهد في معركة مع الصهاينة. نعم، هذا المضمون. هذا التحليل العام، هذا تاع الوثيقة. الاقتراح، ماذا اقترحت هذه الوثيقة؟ إطلاع السيد الرئيس بشكل موجز على فحوى المعلومات. هي لما تكتب الوثيقة ويكتب الموضوع ويكتب الاستنتاج يكتب الاقتراحات محرري هذه الوثيقة ماذا يقترحون بالنسبة لهذه المعلومات. يعني المعلومات لما تكون ذات أهمية كبرى وخطيرة دائما يعرضوها على الرئيس. اطلاع السيد الرئيس بشكل موجز على فحوى المعلومات، توجيه محطتنا في لبنان لمتابعة كافة تفاصيل وتطورات هذه الحادثة التي استهدفت عائلة السيد حسن نصر الله، وموافاتنا بكل جديد وهام أولا بأول. إذن هذه وبعد ذلك اقترحوا الفرع 255 للاستفادة والحفظ، والفرع 255 في المخابرات السورية هو الأرشيف. النسخ هذه توزع للجهات المسؤولة. وكانت الأسماء صريحة، حسن نصر الله وهادي وابن نجل الأمين العام، يعني أمور واضحة واضحة زي يعني. وهم لما استلموا الجثة هو في عملية الصفقة التي حدثت في 26/6/98 في حزيران جوان، أنه تسلمت السلطات الإسرائيلية ب40 جثة، يقال بأنه وإطلاق سراح 60 أسير، وتم إفراج جثامين 38 شخص مقتولين، من بينهم هادي نصر الله وعلي كثراني، هذا اسم آخر. وفيه يعني هذه تقارب. خلينا نرجع بس للوثيقة ونتحدث عن القاتل. القاتل قال لك ابن قيادي، لم يوضح هو القاتل من هو. ابن قيادي في حزب الله. إذا الحادثة حدثت في ملهى ليلي حسب المخابرات السورية، ولا أعتقد أن المخابرات السورية تأتي بمعلومة عبر سفارتها وعبر فرع المخابرات في سوريا السوري هناك ويتمها مباشرة، يعني لا يعلنون يعني ويقدمونها إلى الرئيس. هذه المعلومة مقترحة أنها تقدم إلى الرئيس، لا يمكن أن تقدم إلى الرئيس معلومة لا أساس لها. هذه هي يعني وكانت معهم، وهم أعلنوا لما تكلموا في وسائل الإعلام قالوا بأنه كان يستعد هادي حسن نصر الله كان يستعد للزواج من بنت اسمها بتول، حتى يتزوج هذه البنت اسمها بتول، واعلنوا حتى اسمها. وشوف المصادفة الغريبة أنه هذه البنت اللي أعلنوها أنها خطيبته هي اللي وردت في الوثيقة أنها كانت مرافقته. طبيعة العلاقة بينهما الله أعلم، يعني لم توضح الفتاة يعني لم توضح الوثيقة علاقة يعني هادي حسن نصر الله بهذه الفتاة. أيضا معلومات أنه البتول هي ابنة شيخ دين الشيعي. نعم فيه وثيقة أخرى
فيه وثيقة أخرى تتحدث عن طيب قبل ما نطلع لوثيقة البتول، بس أنا ودي أسأل يعني كيف انتقلت الجثة من ملهى ليلي في بيروت إلى يعني الضفة الجنوبية؟ لا أعتقد على أنه نسج هذا السيناريو، أكيد فيه سيناريو، إما نقلوها هناك وبعدين ذلك إظهار ابن حسن نصر الله والزعيم الروحي لحزب الله وأمينه العام على أنه ابنه قتل في حانة. لا أعتقد أنه يكون سهل، يعني ما يتقبلها هو ولا نفسه. فأرادوا أيضا أنه إظهار حسن نصر الله كبطل، أنه ابنه يعني لعب على عواطف الجماهير. أكيد نقلوا هناك، إما أنه أوصلوا إلى ساحة المعركة، رموا جثته هناك وبعد ذلك وجده الصهاينة وأخذوها وعملوا السيناريو، أو هناك صفقة ما مع بين الأجهزة الاستخباراتية، يعني لأنه ما علاقة حزب الله مع إسرائيل، هناك علاقة خفية بين الأجهزة الاستخباراتية تحت الطاولة، ليس ما يظهر لنا من عداوة ومقاومات، لا هناك علاقات أخرى، وهناك تبادل الأدوار وكذا وكذا. وهذا هو الواقع. نعم. يعني هذه الوثيقة أنا أعتقد أنه هذه الرواية الحقيقية التي كشفتها المخابرات السورية، وأن هذا التداعيات وهذه كلها هي حسن نصر الله صناعة إيرانية، ولذلك إضافة أنه ابنه استشهد في معركة ضد إسرائيل تخدمه كثيرا وتخدم زعامته، وهذا هو المراد يعني. نعم. طيب نشوف وثيقة المرافقة البتول. نعم، هم ذكروا في الوثيقة الأولى بتول فقط بدون توضيح. وفي التقارير الإخبارية التي تناولت قضية هادي حسن نصر الله قالوا بأنه كان على موعد الزواج، وأنه سيتزوج من بنت اسمها بتول خاتون، وهي بنت علي خاتون أحد رجال الدين الشيعة في لبنان. وفيه وثيقة أخرى تحمل رقم 1317، وهي طبعا مذكرة باطلاع السيد اللواء مدير إدارة المخابرات العامة. تقول هذه الوثيقة: وردتنا من محطتنا في بيروت المعلومات التالية: الفتاة التي كانت برفقة هادي حسن نصر الله عشية طعنه في ملهى ليلي تدعى بتول خاتون، وهي كريمة سماحة الشيخ علي خاتون الذي ولد عام 1961 في حنوية، وكان إماما وتولى مناصب في حزب الله، وشغل منصب الوكيل الشرعي لآية الله علي خامناي في سوريا. إذن طبعا يعني هذه المعلومة، هذه الوثيقة أكدت بالفعل على أن البنت التي كانت مرافقة لهادي حسن نصر الله هي بتول خاتون التي قيل في الإعلام على أنه كان يستعد للزواج منها يعني. وهذه واقترحت الوثيقة توجيه محطتنا في لبنان لمتابعة أي معلومات تتعلق بقضية نجل سماحة السيد حسن نصر الله، وموافاتنا بكل جديد وهام أولا بأول. الفرع 255 للاستفادة والحفظ. إذن هذه الوثيقة أكدت طبيعة هذه البنت التي كانت مع نجل حسن نصر الله ليلة الحادث، وهي مرتبطة بالوثيقة الأولى. يعني مرتبطة بالوثيقة الأولى، أعطت هوية شخص آخر، يعني هوية مكملة يعني.